مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم أينما كنتم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تقييم العملية التعليمية في مديرية قندع. دعوة للدفع ببرنامج تنظيم الزيارات للمواقع التنموية. شركة عنبربب تنظم دورة تدريبية. احتدام المعارك في الجيب الأخير لداعش بسوريا. إيران توقع اتفاقيات تجارية في العراق لتخفيف آثار العقوبات. قتلى في ساو باولو بسبب الفيضانات. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. قيم مكتب التعليم في مديرية قندع العملية التعليمية ونتائج التعليم، وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ جبريسوس ملس أن النجاح في الامتحانات نصف السنوية بالمراحل الثلاثة كانت مشجعة، وأشار إلى ارتفاع نسبة المشاركة في التعليم بالمرحلة الابتدائية ووجود ظاهرة التسرب من الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي يجب التعرف على أسبابها وحلها. وأوضح عن فتح فرص تعليم الأطفال في المناطق البعيدة بضواحي متكل أبيت وشبح ولعيتن ومادر، داعيا إلى تعزيز دور أولياء الأمور في الدفع ببرنامج تعليم الكبار. وقال مسؤول تعليم الأساس في مكتب وزارة التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد أن التقييم يساعد في التعرف على أوجه القصور وحلها، ومن ثم الدفع بالعملية التعليمية. كما دعا الاجتماع لحل مشكلة تأخير الطلاب أثناء بدء العام الدراسي وبناء دورات المياه في المدارس التي تفتقر إليها. من ناحية ثانية، قام سكان قندح ببناء فصلين دراسيين في مدرسة الشهيد سعيد فرج الابتدائية والمتوسطة لحل مشكلة ضيق الفصول الدراسية. قام سكان مديرية سنبل بالإقليم الأوسط بزيارة تفقدية لمواقع التنمية في إقليم شمال البحر الأحمر، حيث تفقد الزائرون سد قحتيلاي الذي تقوم بتشييد شركة البحر الأحمر للإنشاءات في منطقة قحتيلاي، وكذا البنى التحتية في محمية دونغولو. وأوضح الزائرون أهمية زيارات المواقع التنموية في التعرف على الأنشطة التنموية الجارية وتطوير السياحة الداخلية. وأوضح السيد عمزقي برهاني من المشرفين على العمل أن سد قحتيلاي قيد الإنشاء سيساهم في توفير مياه الشرب النقية لمدينة مصوى، وكذا إنجاح برامج التنمية الزراعية في المنطقة، وقد اكتملت 89% من أعماله. هذا وقد نظم الزائرون مأدبة غداء للعاملين في بناء السد. نظمت شركة عنبربب الوكيل لشركات تويوتا وكوماتسو وياماها اليابانية في إريتريا دورة تدريبية ل 34 عضوا في وزارة المواصلات والاتصالات حول تحقيق كفاءة السيارات. وذكر في مراسم الاختتام التي جرت في 12 من مارس أن الهدف من الدورة التدريبية المنظمة ل5 أسابيع هو زيادة معرفة المشاركات بالسيارات وتعزيز مساهمتهن في ضمان جودة السيارات وسلامة الركاب والممتلكات. وقال مسؤول تنمية القدرات البشرية في شركة عنبربب السيد ميكائيل مزنقع إن أحد مهام الشركة هو نقل المعارف التقنية إلى المجتمع، داعيا المشاركات لتطبيق المعرفة المكتسبة أثناء العمل. وأشادت المشاركات بالتدريب المقدم من أجل زيادة قدرات المرأة ومساعدتها للعمل في جميع المجالات. هذا وتضمنت الدورة التدريبية التعريف في محركات السيارات التي تستخدم البنزين والجازولين وقيادة وكهرباء السيارات. نظم سكان مدينة أفعبت أنشطة نفير فاعلة لضمان النظافة البيئية والحد من انتشار الأمراض المعدية. وأشارت المعلومات الواردة من إدارة المديرية عن إنجاز أعمال مهمة بمشاركة الطلاب وعمال المؤسسات الحكومية، والتي تمثلت في دفن البرك والمستنقعات وغيرها من أماكن توالد البعوض. وأوضح المشاركون بأن الهدف من النفير الجاري مرة في الأسبوع هو الحد من الأمراض الناجمة عن نقص النظافة البيئية، مناشدين بضرورة حل أوجه القصور لضمان فعالية البرنامج ونجاحه. وفي ذات السياق أوضح مراسل إيرينا صيانة طريق يربط بين مدينة أفعبت ومنطقة شاباي مندر. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا.
على الصعيد العالمي رصدت عدسات المصورين احتدام المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش المتحصنين في قرية الباقوز التي تعد آخر جيب يسيطر عليه التنظيم الإرهابي. وأظهرت لقطات فيديو وميض انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان داخل القرية الواقعة شرق الفرات، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات التي يشكل الأكراد عمودها الفقري ومسلحي داعش الذين يعتقد بأن غالبيتهم من الأجانب. وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة داعش أعلنت في وقت سابق قتل وإصابة العشرات من الدواعش في الباقوز، مع تحقيق تقدم محدود داخل الجيب الأخير منذ استئناف هجومها. وأجلت القوات التي تضم فصائل عربية وكردية أكثر من مرة الهجوم النهائي على الباقوز القريبة من الحدود العراقية في انتظار تسليم من تبقى من مسلحي داعش، لكن رفض هؤلاء دفع القوات المتحالفة مع واشنطن لشن الهجوم. وقع العراق وإيران عدة اتفاقيات تجارية أولية في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارته الأولى سعيا لترسيخ نفوذ طهران وتعزيز العلاقات التجارية والمساعدة في تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. ومن بين الاتفاقات خطة لبناء خط للسكك الحديدية يربط البلدين، كما تهدف الاتفاقات التي جرى توقيعها مع بدء زيارة روحاني إلى التأكيد على أن طهران لا تزال تلعب دورا مهما في العراق رغم الجهود الأمريكية الرامية لكبح جماح التدخلات الإيرانية في المنطقة. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان له أن روحاني وعبد المهدي وقعا عدة مذكرات تفاهم شملت اتفاقات بشأن النفط والتجارة والصحة وخط السكك الحديدية يربط مدينة البصرة العراقية بمدينة الشلامجة الإيرانية. تسببت الأمطار الغزيرة بالبرازيل في فيضانات اجتاحت مدينة ساو باولو وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم 4 من عائلة واحدة، وذلك وفق ما أعلنت عنه فرق الإنقاذ التي لا تزال تكافح لإنقاذ المحاصرين. فقد أعلنت فرق الإنقاذ البرازيلية أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 6 آخرون جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية والمناطق المحيطة بها. وتكافح قوات الإطفاء لإنقاذ عدة أشخاص محاصرين في ساو باولو أكبر ولاية برازيلية والعاصمة المالية للبلاد، والتي يقطنها نحو 20 مليون شخص. الجدير بالذكر أن أمطار نهاية الصيف قد غمرت العديد من الأحياء وسدت الطرق الرئيسية في هذه المدينة المترامية الأطراف، وقطعت خدمات القطارات والحافلات في بعض المناطق. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.